فساد اتحاد الكورة ومسؤوليه المرتزقين بالأدلة. ماتش سيراميكا خلص، اركن ماتش سيراميكا على جنب، لكن الكلام اللي بجد هيبدأ دلوقتي. اتحاد الكورة فاسد، شوية مسؤولين مرتزقة جايين ياكلوا عيش، شوية مسؤولين لا يهمهم الكرة المصرية، لا يهمهم أندية، لا يهمهم منتخبات، ما يهمهمش إلا اسمهم ومصلحتهم. اتحاد الكورة دوت اللي وصلنا إننا مش فاكرين إنجاز لمنتخب مصر. بقى إنجازنا مع المنتخب إننا وصيف أفريقيا، طلعنا مركز تاني يا باشا، الحمد لله، ده كده إنجاز عالي أوي. بمناسبة المنتخب، بس الاتحاد دوت الاستاذ هاني ابو ريده رئيس الاتحاد هم اللي قدموا استقالتهم 2019 لو فاكرين، بعد ما خرجنا بفضيحه من بطوله افريقيا، كاس افريقيا اللي كانت بتقام في مصر وعلى ارضك. طلعوا قدموا استقالتهم ليه؟ عشان فشله. قدموا استقالتهم سنتين 3 4 وراحوا راجعين تاني على اساس ان الناس نسيت، والمشكله انهم بينجحوا. معرفش، انا مش فاهم الجمعيه العموميه بتاعت اتحاد الكوره بتنتخبهم، بس تمام. اتحاد الكوره دوت اللي شايف الكرة في الوطن العربي وفي افريقيا بتتقدم، وهو مثابة محلك سر من فشل لافشل. شايف اتحادات في افريقيا بتعمل ايه مع منتخباتها، مع انديتها، وقف بيتفرج. اقرب مثال الاتحاد المغربي، شوف فوزي لقجع بيعمل ايه مع الانديه بتاعته، شوف فوزي لقجع بيساند انديته ازاي وبيحارب عشانهم ازاي. شوف تخطيط اتحاد الكرة المغربي للمنتخب المغرب، اتفرج على منتخبات المغرب، ناشئين، ببراعم، بفريق، باول، باولمب، كله، بشباب، كله. شوف هات لي اي منتخب للمغرب، شوف هتلاقيه عامل انجازات الفتره اللي فاتت. ليه؟ عشان ناس بيهمها مصلحه البلد، ناس بيهمها نجاح البلد، تقدم الكوره. لكن احنا لا يا باشا، احنا واقفين بنتفرج، المهم مصلحتي فين، مصلحتي مع مين. ما بنساندش حتى الانديه، يعني انديه البلد، انديه بلدك ما بنساندهاش. خلاص اقعد ساكت يا عم، انت مش عايز تساند اقعد ساكت. لا، ده احنا بنعمل العكس، ده احنا هنهاجمهم، ده احنا هنحاربهم. النادي الاهلي 2023 مخبي الجواب يا باشا. يعني ايه خبي الجواب؟ ويعني ايه لحد النهارده الموضوع اتطرمخ وعدى كده، سواء من الخطيب ومن مجلس اداره الاهلي، من وزاره الشباب، ازاي الموضوع ده عدى كده؟ تسبب في خساره الاهلي. يجي مع الاهلي والترجي عقوبه مش في اللائحه، بيكفوا حرمان الاهلي من جماهيره. طب يا باشا روح اسند فريقك في الاتحاد الافريقي، شوف الناس بتعمل ايه. لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم. طلع الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره، قال لك اصل المهندس هاني ابو ريده كان بيساند الاهلي في موضوع الجماهير، وكان بيتكلم مع رئيس الاتحاد الافريقي ان ما ينفعش، لازم جماهير الاهلي تحضر وبتاع. وسبحان الله سبحان الله، طلع رئيس الاتحاد الافريقي نفسه قال لك انا اتفاجئت وانا بتفرج على ماتش الاهلي والترجي ان ماتش من غير جمهور. بسأل يا جماعه فين الجمهور؟ قالوا لي ده ماتش من غير جمهور، يعني ممنوع من جماهيره. منين انت يا كابتن هاني يا استاذ خالد الدرندلي، كابتن هاني ابو ريده كلم متسب وكلم رئيس الاتحاد علشان يحل مشكله الاهلي، ورئيس الاتحاد طالع بيقول لك انا ما اعرفش حاجه. احترموا عقولنا، احترموا عقولنا. خد من ده كتير بقى، خد من ده. انا بقول لك لسه ما جيتلكش في حته الكره المصريه والدوري المصري، انا بكلمك في اللي بيحصل مع الاهلي خارجيا. الاهلي يطلع بره يحصل معاه كل حاجه، اتحاد الكره لا ارى لا اسمع لا اتكلم. يطلع يقابل اخطاء تحكيميه في افريقيا، وكل اللي تتخيله بيحصل، وانت لا ارى لا اسمع لا اتكلم. من اخطاء تحكيميه لقرارات من الكاف، لكل حاجه بتحصل مع الاهلي، وانت لا ارى لا اسمع لا اتكلم. بتيجي بقى تشوف مثلا لو العكس، لو ده حصل مع فريق مغربي، الدنيا تقوم ما تقعدش. الاتحاد المغربي عشان رجاله مش هيقدر يحقق انديته. طب وانت ليه؟ ده الاهلي بيمثل اسمك واسم مصر. ده الاهلي لما بياخد بطوله بيقول لك النادي الاهلي المصري. يا راجل مثال بسيط، شيل الاهلي من المنظومه ومن الكره المصريه واتفرج. كان زمانك 24 سنه مفيش، سيبك بيراميدز خدها السنه اللي فاتت، 24 سنه بعيدا عن بطوله بيراميدز، محدش كان خد بطوله افريقيا. مين كان هيلعب كاس عالم؟ مين كان هيشرف ويرفع علم مصر في بطولات كاس العالم؟
مين شيل الاهلي وشوف قيمه الكره المصريه من غير الاهلي. كنت قريت بوست مش فاكر مين اللي كان ناشر بيقول لك الاهلي لو انسحب محدش يقدر ينزله درجه رابعه. طبعا مش معاه في موضوع الانسحاب، بس هو صح. الاهلي مين اللي ينزل درجه رابعه؟ ما يقدروش، لان من غير الاهلي مفيش كوره ولا هيبقى فيه كوره. نكمل في موضوع اتحاد الكوره. اتحاد الكوره طالع بفيديو بيدافع فيه عن الحكم ومطلع محمود عاشور ما بيفهمش حاجه. وسبحان الله يجي لك النهارده محمود عاشور من ضمن الحكام اللي هتحكم في كاس العالم. طب انت يعني عشان تحمي قرار تطلع الحكم بتاعك وحش؟ اتحاد الكوره اللي معين رئيس لجنه الحكام كولومبي، والله رئيس لجنه الحكام كولومبي. سؤال بقى للمسؤولين في اتحاد الكوره والكابتن هاني ابو ريده، دور رئيس لجنه الحكام ده ايه؟ 1 2 رئيس لجنه الحكام دوت بيبقى في مصر امتى؟ ولما بيبقى في مصر بيعمل ايه؟ 3 هل رئيس لجنه الحكام دوت هو اللي بيعين الحكام وانت فاهم قصدي؟ ولا حد تاني اللي بيعين لجنه الحكام؟ سؤال للباشمهندس هاني ابو ريده نفسه، انت اخر مره كنت في اتحاد الكوره وحضرت اجتماع من داخل اتحاد الكوره امتى؟ قول لي امتى؟ عايز حد يطلع يقول لنا ويقول للناس امتى؟ عايزين حد يقول لنا المسؤول عن القرارات في اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده ولا الاستاذ احمد مجاهد؟ عايزين حد يطلع يرد ازاي حكم كان راجع من ليبيا يوم الاثنين، كان بيحكم بطوله في ليبيا، رجع يوم الاثنين سافر بلده كفر الشيخ، رجع من كفر الشيخ على القاهره علشان يحكم ماتش الاهلي يوم الثلاث. عايزين حد يطلع يقول لنا من اتحاد الكوره الفاسد ازاي حكم مباراه الاهلي وسيراميكا في الدور الاول وفي الدور الثاني. حد يطلع يقول لنا والنبي بس يا جماعه. وايه يعني كل دوت الردود عايزين نفهمها. وانا ما اعرفش الاهلي ساكت عليها ليه؟ لان الاتحاد الكوره في والله فساد ما بعده فساد. ورساله الاخيره ليكم، طبعا في حاجات كتير مش يعني عشان وقت الفيديو بس مش هنخش فيها، بس عايزين حد يطلع يقول لنا على الكام سؤال البسيطين قوي دول القليلين قوي دول، حد يطلع يرد عليهم. ورساله اخيره لاتحاد الكوره الفاسد والمسؤولين، لا هتعرفوا تكسروا النادي الاهلي ولا هتعرفوا تيجوا على حق النادي الاهلي ولا هتعرفوا تعملوا اللي في دماغكم مع النادي الاهلي. وانا عارف انها هتوصل، وزي ما قلت لكم ربنا يستر بعد الفيديو دوت على اللي هيحصل. في حد يطلع لنا دول وانتوا مش هتعرفوا تعملوا كل دوت مع النادي الاهلي، مش عشان حاجه، لا يا باشا، عشان الاهلي كبير. الاهلي كبير باسمه، الاهلي كبير انه وراه جماهيره، الاهلي كبير انه وراه جماهيره. فانتوا قبل ما تاخدوا اي قرار فكروا في القرار 100 مره، لان الوضع بقى بايخ قوي. ورساله برضو لوزير الشباب والرياضه، حقق في كل دوت. طبعا الكابتن جوهر نبيل لسه ماسك وكل حاجه، بس حقق في كل ده. حقق في الانديه اللي ما تعرفش ميزانيتها منين، حقق في اتحاد الكوره اللي ما تعرفش مين المسؤول فيه، حقق في كل ده. ودي كوره البلد، دي مصلحه البلد. اتحاد الكوره ده اللي مسؤول عن منتخب مصر، اتحاد الكوره ده اللي مسؤول عن الانديه المصريه اللي بتمثل مصر في البطولات العالميه والافريقيه. نيجي نخش عن النادي الاهلي. الاهلي نزل بيانين. اول بيان نزله اللي هو التحقيق مع الحكم، وان الاهلي عايز يسمع الحوار اللي دار ما بين محمود عاشور حكم الفار ومحمود ابو الوفا. انا عايز الاهلي يفضل ورا الموضوع ده بالذات، سيبك من اي حاجه تانية. عايز الاهلي يسمع والمسؤولين يسمعوا، وبالذات كابتن سيد عبد الحفيظ، الحوار اللي دار ما بين الحكم وهو واقف في الملعب بيشوف الفار ومحمود عاشور. اسمع اللي دار، اسمع اللي حصل، ركز في كل حرف، ركز في كل حرف اتقال في الحوار اللي دار ما بينهم، وما تسكتش على حاجه وما تداريش على حد. ما تسكتش على حاجه وما تداريش على حد، وما تضيعوش حق الاهلي، ما تضيعوش حق الاهلي. لان الفتره اللي فاتت ناس كتير قوي استجرأت تيجي على الاهلي، ناس كتير قوي حاولت تيجي على الاهلي. اتحاد افريقي، اتحاد كوره، انديه اخرى، مسؤولين، حكام، لعيبه، كل حاجه. فلازم وقفه، لازم وقفه، ولازم تراجع حساباتكم كمجلس اداره، لان النادي الاهلي كبير
النادي الاهلي كبير وما ينفعش حق الاهلي يضيع. مش فارق معايا الدوري، يعني كده كده الدوري لسه في الملعب، والدوري في الجزيره باذن الله الدوري اهلاوي. بس اركن يا باشا الدوري دلوقتي، ما بنتكلمش على بطولات ولا بنتكلم على حاجه، بتكلم على هيبه واسم الاهلي، ان انا حقي ما يضيعش، ان انا ما حدش يجي على حقي، ان انا اعرف اجيب حقي من عين التخين. تالت حاجه، كان الاهلي طلب تحقيق مع الحكم، ده اول بيان. نيجي لتاني بيان، ان الاهلي قدم شكوى في الحكم بسبب تعديه على تريزيجيه وزقه لتريزيجيه. وفي البيان مكتوب كده ان الحكم قال الفاظ غير لائقه للشحات والشناوي. طبعا زق الحكم لتريزيجيه ده كان على مرأى ومسمع الجميع، وحسين الشحات هو بيكلم كابتن وليد صلاح الدين بيقول له شتمنا يا كابتن شتمني، وان الشناوي اتعصب على الحكم مره واحده، كل ده كان باين. انا نفسي قاعد بتفرج على الماتش، تريزيجيه بيتكلم على الحكم زقه في صدره، انا ذاتنا انا واحد بتفرج اتعصبت والله العظيم ثلاثه اتعصبت. انت بتحط ايدك عليه ليه؟ ولو حصل رد فعل من اللاعب هيبقى معاه حق فيه، بس هيطلع غلطان. لا ازاي ايه يا حبيب قلبي؟ ازاي حكم يحط ايده عليا؟ مين انت عشان تحط ايدك عليا؟ مين انت عشان تكلمني بطريقه ما تعجبنيش؟ مش هقول لك بقى بتقول لي الفاظ او تغلط فيها، مين انت اصلا عشان تكلمني بطريقه ما تعجبنيش؟ مش هقول لك مين، قول لي يا باشا انت مين؟ قول لي يا باشا انت غرضك ايه ان انت ترجع بكل حماس بعد ما تشوف الفار؟ مفيش حاجه، العب. ايه الحماس ده؟ مالك فرحان كده ليه؟ مالك يا كابتن محمود فرحان ليه؟ يا كابتن محمود فرحان ليه؟ ولو كان حصل رد فعل من اللعيبه ما كانش حد يغلطهم. لا يا باشا انا رد فعل، انا واحد اتزقيت، الحكم حط ايده عليا، الحكم تعدى عليا بقى جسمانيا جسديا مع اي كل حاجه الحكم اتعدى عليا فيها، فانا يا باشا ما اردش ليه؟ مين هو عشان ما اردش عليه؟ روحي في ايده، ما مين هو؟ ما بالعقل برضه. فانا زي ما قلت لكم لازم الاهلي ما يتنزلش عن حقه ويسمع الحوار اللي دار في الفار، والاهلي يركز الفتره الجايه قوي خصوصا مجلس الاداره مع قرارات اتحاد الكوره ومع الحكام اللي بتتعين، ولان في الواحد احساسه والله اعلم لعبه كبيره قوي. انت تاخد انكم ارض اكتوبر خدوا بطوله الدوري واسكتوا، بس انسى. وبالنسبه للدوري برضو والله الدوري في الملعب، والله العظيم الدوري في الملعب. هتقول لي الفرق بينه وبين الزمالك 5 بونت مش عارف ولا 5 بونت وليه؟ وخمس ماتشات ب 15 بونت، وفي من ضمنهم 3 بونت مواجهه بينك وبين الزمالك ومواجهه بين الناس الثانيه بينك وبين بيراميدز، والزمالك هيلاعب بيراميدز. والله الدوري لسه في الملعب، والنادي الاهلي نفسه اللي معلمنا ان طول ما لسه فرق النقاط ما بيني وما بين المنافس اقل من فرق النقاط التوتال في عدد المباريات، انا لسه يا باشا الدوري في الملعب، انا هلعب لاخر ماتش. ودوت اللي لازم نوصله للاعيبتنا، العب لاخر ماتش، خليك راجل بقى شويه وحس شويه. بيقول لك اللعيبه مضغوطه، طلع النهارده كابتن شوبير في تصريح ان اللعيبه مضغوطه وحاسه ان الجماهير عليها وده مش مريح اللعيبه. ما لازم اللعيبه تبقى مضغوطه، ما لازم. هو انا المفروض عليا او المفروض كجمهور او واحد بيشجع اشوف ان الاهلي بيخسر، اشوف ان مفيش روح، سيبك من الاداء، مفيش روح، ما بحدش بيحاول، واطلع اسقف وادعم؟ ما انا زعلان على فريقي، ما انا بضغط عشان فريقي، بضغط حبا في فريقي وحبا في النادي الاهلي وفي كيان النادي الاهلي. وانت المفروض لعيب كبير، انت دام دخلت النادي الاهلي بس شيرت النادي الاهلي فانت لازم تستحمل الضغط، لازم تبقى قد التيشيرت اللي انت لابسه. مش هتستحمل الضغط، مش هتستحمل التيشيرت، خلاص يا باشا امشي. النادي الاهلي طول عمره ضغط، والنادي الاهلي طول عمره الجمهور ضاغط على اللعيبه، علشان كده كنا بنجيب البطولات وما بنخسرش بطولات. هو ده النادي الاهلي. فالدوري لسه في الملعب، ولازم زي ما قلت لكم مجلس اداره النادي الاهلي يركز مع اتحاد الكوره، وباذن الله الدوري في الجزيره. وانا احساسي، انا بقول لك من دلوقتي ان احساسي ان النادي الاهلي سيفوز بلقب الدوري موسم 2026، وان بيراميدز هتبقى في المركز الثاني وخدها عندك، وباذن الله نتقابل واوصل لكم الحته ديت النهارده 9/4/2026. انا توقعي ان الاهلي مركز اول وبيراميدز مركز تاني. الزمالك هياخد فيها دوري وكونفدراليه ويطلع بموسم صفر باذن الله،
وكل التحفيل اللي دار على مدار الموسم دوت هنرد عليه في نهاية الموسم، فبإذن الله خير.